اول لما لقيت جوزي خلاص ما بقاش نافع، ومتجوزاه بقالي 7 سنين، وجه في اخر سنتين مفيش اي حقوق زوجية باخدها. كل اللي عليه بس مصاريف البيت وخلاص، اللي بيرميها لي وخلاص على كده. اتحايلت عليه كتير ان هو يروح للدكتور. قال لي بصي بقى، انا اصل اللي عملته في شبابي كتير قوي، والعادة يعني السيئة اللي انا كنت بعملها قضت عليا وجابت اجلي. فيا بنت الحلال خليكي عايشة معايا كده، ادينا عايشين وخلاص. عايزة تطلقي انت حرة، بس روحي بقى اتطلقي عن طريق المحاكم. انا طلاق مش هطلق، وانا في العلاقة الزوجية وبتاع انا خلاص سلمت نمر من زمان. قلت له حرام عليك، سلمت نمر من زمان ايه؟ والعادة اللي انت عملتها وضيعت حياتنا وحياتك دي على ايه؟ من وهو شاب صغير اول ما بدأ يعني للأسف كان بيعمل في نفسه عادات قذرة قضت عليه كراجل لما اتجوز. انا اتجوزته من هنا وانا ما كنتش عارفة ان هو يعني مش قوي، او يعني مش هو ده الجواز. مفيش 4 5 سنين بالعافية، وخلفت منه هو عيل واحد بطلوع الروح. هما ال4 5 سنين دول، وبقالي 3 سنين مفيش اي علاقة زوجية باخدها ولا عارفة اعمل ايه. واهلي اسكتي وعيشي واصبري واحتسبي عند ربنا، احنا ما عندناش بنات تتطلق، كده كده مفيش، ابوكي ميت وانا معاشي قليل ومش هعرف اصرف عليكي. ده كان كلام امي يعني. فلما لقيت الوضع كده، طب انا هفضل قاعدة ساكتة كده؟ ودخلت بقى في حالة اكتئاب رهيبة. المهم كالعادة يعني ماسكة الموبايل بتاعي، وكنت مشتركة في فيديوهات بقى من بتوع العرايس والجواز وبتاع، فما كانش في دماغي حاجة. فالمهم وقع تحت ايدي بوست كده، واحد بيدور على عروسة، هو الموقع بتاع جواز. فروحت انا كاتبه كومنت كده عادي، ايه يعني ربنا يكتب لك اللي فيه الخير، ربنا يرزقك بنصيبك، كلام عادي. المهم لقيت الكومنت كذا حد بقى عمل عليه ريبلاي ومش عارفه ايه، وحد من الناس دي دخل لي يكلمني خاص. فانا قاعده في عز اكتئابي وعز قرفي من جوزي اللي زي قلته. رحت داخله ومعاه في الشات، انتي مشتركه في الموقع ده ليه؟ فعادي يعني ناس كتيره بتخش عادي، وانت يعني بتدور على عروسه، ما انت كمان داخل. المهم الكلام جر بعضه، ولقيت حاجه تسليني. يوم شوية ازيك، شوية صباح الخير مساء الخير، ايه بتعملي، ايه اخبارك، ايه انت عايشة مع مين، ساكنة فين، الحكاية الرواية، انت متجوزة؟ فقلت له لا معرفش. انا لقيت نفسي بقول له لا انا مش متجوزة كده وخلاص. طب امال ايه؟ ما انت اكيد داخلة الجروب ده علشان تدوري على عريس. قلت له مش كده بالظبط يعني، ما انا برضو مش هتجوز من عن طريق النت، بس عادي قلت جروب من ضمن جروبات وبتاع. المهم قعدنا ناخد وندي، وخلاص عرف ان انا مش متجوزة. زي ما تقولوا كلامي عجبه او طريقتي يعني عجبته وبتاع. قعدنا كده لمدة اسبوعين لحد ما لقيته قال لي بقولك ايه، احنا هنفضل مقضينها شات، ما تيجي ننزل نتقابل. فانا طبعا ننزل نتقابل وماله، اديني بتسلى من ضمن التسليات، بضيع وقت وخلاص. طب وبعدين في المصيبة اللي انا فيها دي، انا قايله له ان انا مش متجوزة، وهو واحد بيدور على عروسة. وبعدين فاللعبة كبرت في دماغي. المهم حددنا ميعاد فعلا ان احنا ننزل نتقابل. لبست بقى واتشيكت وظبطت الدنيا على الاخر، وعديت على امي قلت لها انا رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي وبتاع، خلي ابني عندك. وفعلا رحت سايبه ابني عندها،
ورحت رايحة يعني عند قابلته يعني. المهم رحت قابلته، واول لما شافني اعجب بيا جدا. انا بقى ما كانش ليا صور، ولا كنت حتى صورة ليا على البروفايل ولا اي حاجة خالص. كانت اول مرة يشوفني فيها، وما كانش طلب صور مني. هو اول لما شافني، انا كنت شايفة صورته، هو اول لما شافني ايه ده، وازاي واحدة حلوة زيك كده تقعد لحد دلوقتي ما تتجوزي؟ انت المفروض كنت اتجوزتي من زمان ومعرفش ايه. المهم قعدنا ناخد وندي مع بعض في الكلام. قلت له بقول لك ايه، انا بصراحة هجيب لك من الاخر. قال لي ايه ده، هو في ايه؟ قلت له اصل انا متجوزة. فبص لي كده وقال لي متجوزة؟ متجوزة ازاي؟ وامال يعني ايه اللي خلاكي تكدبي؟ قلت له لا انا ما كدبتش ولا حاجه، انا ما كنتش اعرف ان احنا هنتصاحب وان الكلام يعني هيجيب بعضه كده، وبعدين انا كده كده هتطلق. فقال لي اه لا الكلام كده هيحلو، استني بقى فهميني ايه الموضوع. هتتطلقي؟ طب هتتطلقي ليه؟ قلت له مفيش، اصل جوزي يعني ما بيدينيش حقوقي الزوجيه وبتاع، وانا مش قادره استحمل الحياه معاه كده وعايزه اتطلق، بس اهلي اللي واقفين لي في الطلاق. فانا قلت خلاص انا هرفع عليه قضيه طلاق واتطلق. فقال لي طيب طب هتتطلقي؟ المهم حكيت له الحكايه، ما اتكسفتش بقى. قلت له هتطلق علشان مش باخد حقوقي الزوجيه وبتاع، وهو عنده مشكله وعيان، وكان يعني وصل للمرحله دي وهو صغير كان بيعمل عادات وحاجات مش كويسه وبتاع، لحد ما الدنيا باظت خالص وما بقاش نافع. فقال لي طيب يعني انت تطلعي علشان كده بس؟ قلت له اه. طب ما ده سبب يعني، ما انا عايزه اتجوز واحد راجل، لكن ده ما فيش يعني، انا ما كملتش معاه 4 سنين جواز ومش حاسه ان انا اتجوزت يعني عروسه زي ما انا. لقيته بيقول لي اوعي تفتكري ان الرجاله كلها كده ما بتعرفش زي جوزك، لا يا حبيبتي. فقلت له اكيد طبعا يعني، وبعدين هو اللي عمل في نفسه كده. فلقيته بقى بيمهد لي في الكلام لحد ما عرف هو وصل للحالة دي ازاي. المهم قال لي ايه، طيب بقولك ايه، خلاص بقى احنا متفقين، انا بصراحة انت اول ما شفتيني عجبتيني وبتاع، وخلاص بقى امشي بقى في حوار الطلاق ده، وان شاء الله لما تطلقي هنتجوز على طول، بس هقولك على حاجة، انا هطمنك. فقلت له هتطمني ازاي يعني؟ قال لي لا هطمنك عليا، احنا هنعمل حاجة هثبتلك بيها ان انا راجل ومية مية، علشان يعني لحسن تطلعي من نقرة تلبسي في ضحضيرة، فلازم تجربي. فانا قعدت اضحك كده وقلت له يعني ايه مش فاهمة. قال لي مفيش، انت عبال ما تطلقي منه وتاخدي بقى الاجراءات بتاعة الطلاق دي، وان شاء الله انا اجي اتقدم لك بعد عدتك وبتاع والدنيا تكون خلصت. بصي يا ستي، انا هقولك المره الجايه وبتاع، فهشوف هعمل ايه وهقولك انا وافهمك. وكان عمال بيتكلم كلام عشوائي كده، هو فعلا ما كانش مرتب ايه اللي بيقوله ده. المهم روحنا، فانا بقى بكلمه في التليفون تاني، فقلت له هو انت تقصد ايه بالظبط؟ قال لي والله انا ما عارف، بس يعني انا عايزه اطمنك من ناحيتي يعني. طيب طمني ايه يعني، انت شفتني اتطلقت ولا عملت حاجه؟ اصبر. فسكت على كده. لقيته مفيش بعديها بيومين قال لي بصي انت صعبتي عليا، وحالتك بصراحه مفيش واحده ست تستحمل اللي انت استحملتيه، وبقالك كام سنه عايشه كده وبتاع، فانا عايزه اوريكي بس ان انت هتبقي معايا في امان وضامنه حقوقك الزوجيه وكل حاجه. فاحنا يا ستي هنجرب مع بعض كام مره كده، وهوريكي بقى الرجاله على حق ربنا عامله ازاي، علشان تبقي متجوزاني وحاطه في بطنك بطيخه صيفي. فقلت له انت مجنون ولا ايه؟ هو ايه اللي متجوزاني وحاطه في بطنك بطيخه صيفي؟
قال لي ايوه علشان انتي برضو لسه صغيره ومجوزينك صغيره. انا فعلا متجوزيني 16 سنه وما كنتش اعرف حاجه عن الجواز. وانتي اللي قدك دلوقتي ما اتجوزوش وبتاع اصلا ومش عارفه ايه، فانا هفهمك كل حاجه. قلت له هتفهمني ايه؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني اخون جوزي يعني وانا على ذمته؟ قال لي لا. ومين قالك ان انت مش ان انت هتخونيه؟ انت مش هتخونيه ولا حاجه، واللي احنا هنعمله مش حرام. قلت له يعني انت عايزنا نعمل علاقه مع بعض وما تبقاش علاقه كامله يعني؟ قال لي لا، علاقه كامله بس هي مش حرام. قلت له علاقه كامله وكده مش حرام؟ دي عروستي ولا ايه؟ قال لي ايوه علشان انا هبقى مستعمل الواقي الطبي، الواقي الذكري. فقلت له ايه ده؟ هو انت لما تستخدم ده هيبقى كده الموضوع مش حرام؟ قال لي اه طبعا، لان في عزل ما بيني وما بينك. فقلت له ايه ده؟ انا اول مره اسمع الكلام ده، انا يعني ما اعرفش الحوار ده. قال لي هو انت جوزك يعني لما كان بيبقى معاكي كان بيستخدمه؟ قلت له لا، ما كانش بيستخدمه. هيستخدمه ليه؟ هو المفروض اللي متجوزين بيستخدموه؟ قال لي لا، مش كل المتجوزين، بس في ناس بتستخدمه عادي، اللي هو بيبقى عازل بينهم وبين بعض يعني. وفي ناس بتستخدمه علشان مثلا ما تحصلش حمل والحاجات دي. بس هو ده هيبقى فرق يعني، عازل ما بيني وما بينك يعني مش هيبقى حرام. فانا بصيت له كده وقلت له لا، هو انا معرفش، مش عارفة يعني هو ايه ده ازاي يعني. المهم ايه، قفلنا الكلام. بروح قايل لي بس اسمعي مني ومش عارفة ايه، ده انا عايزة اطمنك وعايزة اريحك وبتاع، وعلشان يا ستي ما تبقيش قلقانة من الموضوع ده تاني وما تخافيش. وناس كتيرة بتقعد تقول اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، وناس كتيرة بتبقى خارجة من تجارب الطلاق دي خايفة ومرعوبة انها تجرب تاني وبتاع. فانا بضمن لك حقك اهو من قبلها يا ستي خالص، ده انا بعمل فيكي جميلة وانت اللي مش راضية. فلقيت بقى اللي بيقول لي الكلمتين دول وانا ما كنتش فاهمة. هو انا اول مرة اسمع الكلام ده ومعرفش حتى يعني حد بيستعمل الحاجات دي لايه ولا بتعمل ايه ولا الحاجات دي بيتعمل بيها ايه، انا معرفهاش. انا تجربتي في الموضوع ده اصلا قليلة جدا، بس كل الحكاية ان انا محتاجة ان انا اتجوز ومحتاجة راجل معايا عادي زي اي ست او اي واحدة متجوزة وجوزها طبيعي، بس ده بيقنعني ان هو كده مش حرام. فانا مش فاهمة هو اللي هو بيقوله ده صح ولا هو بيشتغلني وبيضحك عليا ولا ايه، انا مش عارفة. لا، هو بيشتغلك يا ست الكل، ولو ما بيشتغلكيش فانت كده بتخوني جوزك، يعني انت كده بتعملي زنا، فانت كده واحد تاني لمسك وعمل معاكي علاقة وانت متجوزة، بغض النظر بقى هو حاطط واقي ذكري ولا واقي طبي ولا مش حاطه، دي ملهاش اي علاقة تماما. هو بيحاول يقنعك وبيضحك عليكي وبيستهبل وبيستظرف علشان شايفك واحدة هبلة قدامه. انا اسفة، بس انا يا جماعة يعني قلت لك الكلام ده اصلا في الرسالة ورديت عليها، بس هي اللي صممت تذيع الحلقة. انا قلت لها حبيبتي ده هو بيستهبلك وبيستعبطك وفاكرك واحدة عبيطة. الله اعلم بقى انت قلتي ايه قدامه، حاسه ان انت واحدة مش فاهمة اي حاجة. مفيش يا ماما الكلام ده يا حبيبتي، مفيش الكلام ده. وانا قلت لها برضو الكلام ده، بس هي صممت برضو ان احنا نذيع، عايزة تسمع رأي الناس. فهقولك ايه، هقولك حرام حرام حرام، زنا زنا زنا. هقولك ايه، هقولك ان انت بتزني، بتعملي علاقة زوجية مع راجل غريب وانت متجوزة. مفيش حاجة اسمها العزل الطبي اللي هو بيستعمله ده دوت مش حرام. والكلام ده ما كانش حد غلب يا ماما، كانت الناس كلها راحت خانت بعض. واصلا انا ما بعملش حاجة حرام،
انا بستخدم عازل طبي وانا ما بعملش حاجه حرام. انا نمت مع واحد بس هو كان حاطط عازل طبي. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل والسذاجه دي؟ انتي ايه يعني؟ انتي مفيش مخ خالص. انتي شلتيه وحطولك مكانه طبق سلطه الطحينه. فوقي فوقي يا ماما، ده نصاب يا حبيبتي وبيضحك عليكي. لا هيتجوزك ولا هيعمل اي حاجه من اللي بيقول عليها. يعني هو بيشتغلك، هو بيعمل عليكي فيلم. قالك مش متطلقه هرسم عليها واعمل معاها علاقه. لقاكي متجوزه وعندك مشكله وهتتطلقي. طب يا حبيبتي اتطلقي وانا موجود. ده اللي المفروض هيتجوزك بعد ما تتطلقي، لكن ده لا هيتجوزك بعد ما تتطلقي ولا هيتجوزك نهائي. ده واحد داخل يشقط اصلا وقذر وفي منتهى السفاله وقله الادب، وما صدق يوقع واحده زيك كده مش فاهمه شكلها حاجه في الدنيا، ولا انا معرفش ايه وضعك بالظبط، انا مش فاهمه. فهو بيقول لها اي كلام في البدنجال. مفيش الكلام ده يا ماما، مفيش الكلام ده ابدا. مش علشان حاطط عازل يبقى العلاقة مش حرام. مين اللي قال كده؟ يا نهار اسود على التخلف. انتوا هتودونا في 60 داهية. ده دين جديد ده. هما بيعبدوا ايه؟ بيعبد البقدونس ده ولا بيعبد ايه؟ بيخترع دين جديد. ده يا حبيبة قلبي تسلكيه بعيد عنك وتبطري القرف ده. وجوزك مش مكفيكي، اتطلقي وعيشي واشتغلي واصرفي على ابنك واتجوزي واحد تاني. لكن مش كل واحدة جوزها مقصر معاها في حاجة تجري تعمل علاقات، او كل واحد مراته مقصرة معاه يجري يعمل علاقات. فصلحوا اللي جوه البيت الاول وبعدين واعملوا اللي انتوا عايزينه. فانتي بقى قفلي الصفحة دي خالص وسيبك من الهبل اللي انتي هبلتيه ده وحالة الاكتئاب اللي انت كنت فيها، واستغفري ربنا على اللي انت عملتيه. الحمد لله ان انت اصلا ما عملتيش حاجة لسه، بس بداية العلاقة والجرجرة دي هتوديكي في 60 داهية. الحمد لله ان انت يعني هقولك ايه، اقولك الحمد لله ان انت سألتي قبل ما تعملي حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. بيخترعوا حاجات بيقنعوكي بيها. ما هقول ايه، العيب عليكي مش عليه. هو واحد قذر. انت اللي سمحتيله بكل اللي هو عمله ده. كلمتيه، انت اللي كلمتيه وانت اللي سمحتيله يتكلم معاكي ويتجرأ، وانت اللي حكيتيله اسرار بيتك. ما هو لازم هيعوز يشقطك يا ماما. واحد عرف ان واحدة عندها مشكلة مع جوزها بسبب العلاقة الزوجية، هيعمل ايه؟ تعالي حبيبتي وانا هديكي حقوقك. اتقوا الله، اتقوا الله. يعني بيوتكم بتتخرب على الفاضي والله العظيم بحبة هبل وكلام فاضي وواحد قذر اصلا. خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده مشكلة وحابب يعرضها يسيب رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه ابعتلي فويس رسالة مكتوب. اشوفكم على خير، باي باي.